المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. جهود لتطوير خدمات طب الأذن والأنف والحنجرة. تطور خدمات التعليم والصحة والمياه في حقات. غارات أمريكية على مواقع ميليشيا عراقية مدعومة إيرانيا في سوريا. رئيس الوزراء الأرميني يندد بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده. باكستان والهند تتعهدان بوضع حد للانتهاكات على الحدود في كشمير. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 26 من فبراير في مراكز العزل في إقليمي الأوسط وشمال البحر الأحمر أسفرت عن إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا، وكان 16 من هذه الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط و5 في أم حميمي بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 28 مريضا، 19 منهم من الإقليم الأوسط و8 من إقليم عنسبة و1 من إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 2847 حالة، شفي منها 2253 ووفاة 7 مرضى، فيما لا يزال 587 مريضا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من فبراير 2021. أعلن قسم الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى أوروت المرجعي أن الجهود جارية لتطوير القسم بإدخال معدات حديثة. وأوضحت أخصائية الأذن والأنف والحنجرة الدكتور ألم تخلو إن القسم يمتلك معدات حديثة ومتطورة لتقديم الخدمات للمرضى المراجعين والملازمين وإجراء العمليات الجراحية. وقالت إن ابتلاع الأطفال للمواد الصلبة من الظواهر المقلقة التي تحدث بكثرة، داعية الآباء لمراقبة أبنائهم من ابتلاع العملات النقدية الحديدية والألعاب الصغيرة وإرسالهم سريعا إلى المستشفى في حال وقوع حوادث ابتلاع للمواد الصلبة أو دخولها في الأذن. وأوضحت بالرغم من توقف العمليات الجراحية التي كان يقوم بها أخصائيون قادمون من الخارج بسبب وباء كورونا، فإن القسم يعمل لتنفيذ فاعل لأنشطته باتباع أسلوب يضع في ذلك في الاعتبار. وقالت إن الخدمات الصحية لمرضى الأذن والأنف والحنجرة تعتبر تحد كبير مع وجود وباء كورونا لكونها تقدم دون وضع المرضى للكمامات، موصية بتوسيع خدمات الأذن والأنف والحنجرة في الأقاليم. شهدت مديرية حقات خلال سنوات الاستقلال ازديادا كبيرا في مؤسسات التعليم والصحة والمياه، حيث ارتفعت الزيادة بنسبة بلغت أكثر من 470%. وأفاد مكتب التعليم في المديرية وجود 9 مدارس سابقا في مناطق إنكمتري، فار ألبا، جلاس، أشرة، قروت نجار ومدينة حقات، وارتفع العدد حاليا إلى 11 روضة للأطفال و21 مدرسة ابتدائية و10 مدارس متوسطة وثانوية واحدة، ليصل إجمالي العدد إلى 43 مدرسة. وفي مجال خدمات المياه، أوضح مكتب تنمية المياه حفر 4 آبار وإقامة 7 محطات لتوزيع المياه وبناء خزان مياه سعة 2500 برميل ومد أنابيب المياه بطول 125 كيلومترا وتوزيع 1670 عداد مياه. وأشار إلى بناء 11 سدا وحفيرا وإرساء مشاريع المياه في جميع الضواحي. وذكر مكتب الصحة إن الخدمات الصحية التي كانت تقدم في نقطة صحية في 3 غرف توسعت بفضل الاستثمار في المجال الصحي لتقدم الخدمة حاليا في مستشفى عمومي و6 عيادات ونقطتين صحيتين.
أعلن مسؤول مستوصف كودوفلاسي في مديرية مندفرة بالإقليم الجنوبي الممرض أمانييل تسفاغرغيس عن ارتفاع نسبة الولادة في المستوصف عام 2020 ب20%، والمتابعة بنسبة 95%. وذكر الممرض أمانييل توزيع 6000 ناموسية على المواطنين للوقاية من الملاريا، مشيرا إلى حصول كافة المواطنين على الخدمات الصحية في حال وجدت مشكلة ضيق الغرف في المستوصف حلا جذريا. وأوضح بأن المواطنين قاموا العام الماضي ببناء خزان مياه وحاويات لجمع النفايات بكلفة بلغت 40 ألف نقفة بهدف اكتمال نواقص المستوصف. ودعا المواطنون إلى منح الاهتمام للبنى التحتية للمستوصف من أجل تقديم خدمات صحية ناجعة أخذا في الاعتبار للكثافة السكانية. الأخبار الخارجية تأتيكم بعد الفاصل. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن مقاتلاتها شنت غارات على مواقع عسكرية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرقي سوريا، ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية متمركزة في العراق. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي أنه بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن شنت القوات الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها مجموعات مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا. وأضاف أن هذه الغارات جاءت ردا على هجمات أخيرة ضد جنود من الولايات المتحدة والتحالف في العراق وعلى التهديدات المستمرة التي تستهدف هؤلاء الجنود. وقال إن الضربات دمرت منشآت عدة في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها تلك المجموعات، ومن بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وهما من الفصائل العراقية الشيعية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. وكان هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل شمالي العراق في 15 من فبراير الجاري، وأوقع قتيلا و9 جرحى بينهم 4 متعاقدين أمريكيين. ندد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بمحاولة انقلاب عسكري بعدما طالب أركان الجيش باستقالة حكومته. وكتب باشينيان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعتبر بيان هيئة الأركان هو محاولة انقلاب عسكري. ودعا نيكول باشينيان الجيش إلى أداء واجبه وإطاعة الشعب والمسؤولين المنتخبين بعدما طالبه الجيش بالاستقالة. وقال خلال تجمع حاشد مع مؤيديه أنه بصفته رئيس وزراء آمر جميع الجنرالات والضباط والجنود بالقيام بواجبهم في حماية حدود البلاد ووحدة أراضيها، مضيفا أنه يجب على الجيش أن يطيع الشعب والسلطات المنتخبة. هذا ودعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس في أرمينيا، وحضت القوات المسلحة الأرمينية على عدم التدخل في الشؤون السياسية للبلاد. أعلن الجيشان الباكستاني والهندي في بيان مشترك أن إسلام آباد ونيودلهي تعهدتا بوضع حد للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار عند الحدود المتنازع عليها في كشمير، وذلك بعد توترات استمرت أشهرا. وجاء في البيان أن الطرفين اتفقا على الالتزام التام بكل الاتفاقات والترتيبات وبوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة وفي كل القطاعات الأخرى. ويأتي الإعلان بعد اشتباكات شهدتها المنطقة على مدى أشهر، وفي العام الماضي حمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية آلاف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ووفق الجيش الباكستاني فإن نحو 1.7 مليون مدني يقيمون عند خط المراقبة، وهم يستخدمون بشكل متزايد الملاجئ للاحتماء خلال المناوشات المتكررة. وغالبا ما يشهد خط المراقبة الفاصل بين شطري كشمير الباكستانية والهندية قصفا وتبادلا لإطلاق النار، علما أن هذا الخط البالغ طوله 740 كيلومترا يشكل عمليا منذ عقود الحدود الفاصلة بين القوتين النوويتين في المنطقة. استمر حريق غابات في منطقة ريفية على بعد 75 كيلومترا شمال العاصمة اليابانية طوكيو لليوم الخامس على التوالي.
وقال هيتومي هيروكامي المسؤول في كيريو في محافظة جونما إن رجلا أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى وتم نشر رجال الإطفاء، وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من التلال. وقال المتحدث مينورو تاكاياما إن حريقا آخر اندلع في أشياغا المجاورة بمحافظة توتشيغي، حيث طلب من 207 أسر إخلاء منازلهم. وكان رجال الإطفاء يعملون على الأرض بينما كانت المروحيات العسكرية تغرق المنطقة. وقال مسؤولون إن الحريقين ليسا مرتبطين بشكل مباشر، لكن المنطقة لم تشهد الكثير من الأمطار مؤخرا مما تسبب في انتشار اللهب. وسبب الحريق غير واضح، لكن هناك استراحة للمتنزهين في منطقة يعتقد أنها بدأت فيها. سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.